اختها بتعيط على اختها وهي في المشرحه. فجاه البنت المفروض ميته بتصحى وبتتخض الدكتوره اول ما بتشوفها وبتطلع لها ورقه من بقها وبتقول لها انقذيني من اختي. والدكتوره بتشوف ان اختها بتعمل نفسها بتعيط عليها وبتسرق الدهب اللي في ايديها وبتطلب منها تطلع بره. واول ما بتطلع بره بتقوم وبتخاف تاني اول ما بتشوفها وبتقول لها انا اختي حاولت تسمني عشان تاخد الورث وبتقول لها في طريقه واحده عشان اعرف ارجع واخد حقي بس لازم انت تساعديني. فالدكتوره بتجري على اختها وبتقول لها انا جوزة اختك اختفت وبتستغرب وبتقول لها انت اكيد بتهزري وبتقول لها لا جوزة اختك اتبخرت وبتطلع تجري عليها. وفجاه النور بيطفي وبيفضل ينده بيسمعها وبيجي بقى وقت الانتقام وبتقول لها انا عفريت اختك. How did you do this? I mean, it's وبتقول لها لو ما قلتليش عملت كده ليه في اختك اموتك. وبتجري عليها زي الشبح بالظبط وصوتها مخيف وبتخاف قوي وبتقول خلاص اعترف انا حطيت سم في اكل اختي وحاولت اتخلص منها عشان اخد انا الورث. ساعتها بقى ما بتعترف على نفسها بيشغلوا النور تاني وبتوريها ان هي مش شبح ولا حاجه ودي اختها وكانت مركبه عجل. وبتقول لها انا كنت شايفاكي وانت بتحطي سم في الاكل. والدكتوره بتقول لهم الصراحه طفي النور وتشغيله تاني دي حاجه متعبه جدا. وبتقول لها كمان ان كل حاجه كانت بتتصور والبوليس زمانه جاي.